النهارده ان شاء الله هعمل لكم احلى عدس بجبه معاه بصل بالخل. مكونات: عدس بجبه، عدس اصفر، نص كيلو طماطم، علبه بصلصه، بهارات، فلفل اسمر، ملح، كمون، بصله، نص راس ثوم. لو حبيتوها سبايسي ممكن نحط قرن فلفل. قبل ما نبل ان شاء الله العدس لازم ننقيه عشان بيبقى فيه زي طوب كده وحصى. هسيبه شويه في الميه. هو العدس ده اصلا مش هيحتاج ان هو يتنقع عشان هو نضيف ذات نفسه يعني. انا هسيبهم في الميه شويه وبعد كده هرجع لهم تاني اصفيهم واحطهم على النار. انا دلوقتي نقعت العدس هصفيه دلوقتي في المصفى وهسيبه شويه كده هو منقوع شويه في الميه عشان لو في مثلا حصى او في اي حاجه او تراب يلبس في المصفى. هو نضيف انا غسلته حلو. احطه في الحله. احط عليه ميه سخنه عشان يغلي او ما ياخدش وقت معايا في التسويه. بس هسيبه على النار يغلي شويه لحد ما يطلع القشره بتاعته. وبعد كده هكون مجهزه العسل الاصفر اسقطه عليه لحد ما العدس ياخد غلوه على النار. تعالي نعمل تسبيكه. هناخد بصله نحطها في الكبه، ونطحنوها. طحنا البصله هنحطها في طاسه. نحط شويه زيت واحطها دلوقتي على النار. كده حطيناها على البوتاجاز وهنولع عليها النار. ماشي، هنسيبها شويه لحد ما تصفر. بعد كده هنحط عليها الطماطم. دلوقتي هناخد الثوم نحطوه في المفرمه ومع قرن الفلفل الاختياري برضو على حسب ما انتوا عايزين. اهو بقى اطحنه في الكبه. انا كده مجهزاه بس هشوف البصل الاول بعد كده هحط الطماطم. دلوقتي البصل اهي اصفرت معايا. احط عليها طماطم. انزل بالثومه جنبها قرن فلفل واحط البهارات بتاعتي. انزل بالملح، كمون، فلفل اسمر. هسيبهم كده على النار يتسبكوا لحد ما العدس يطلع القشره بتاعته. انا عرضت اهو على العدس عشان خلاص بس القشره هي طلعت. هي كل ما تغلي هتطلع معايا قشر. هغطيها تاني عشان تطلع معايا قشر تاني. كمان تركية عايزه اقول لكم عليها: اول ما اشيل الغطا اشيل القشره على طول، عشان انا لو سبت الغطا مفتوح القشره بتقع تحت. كل ده قشر طالع من العدس. هغطيه تاني عشان يطلع لي قشر تاني. خلاص شلنا القشره. دلوقتي هنبتدي نحط ايه العدس الاصفر عشان يستوي مع العدس الجبه. هنديله كده تقليبه معاه. هنسيبه زي ايه ربع ساعه كده قبل ما العدس الاصفر يستوي مع العدس الجبه. انا دلوقتي عملت التسبيكه خلاص اتسبكت اهي. هستنى بس ايه العدس الاصفر يستوي مع العدس الجبه. هحط الصلصه على العدس. تكايه في الاخر هقول لكم عليها. هشيل دلوقتي الغطا بتاع الصلصه بتاع العدس. احط الاتنين دول على بعض. احط التسبيكه على العدس كده. هقلب بقى تقلبتين بس كده. وهسيبها بس ايه يعني قد 10 دقايق بس كده. هطفي عليها. هوطي على العدس شويه صغيره عشان يستوي. دلوقتي هنعمله بصلايه هنقطعوها جوانح عشان ناكلوها جنب العدس. العدس بيحب البصل. كده نحط عليه شويه خل والمفروض يتحط عليه حبه شطه بس انا ما عنديش شطه. هو كده خلاص العدس ايه استوى. ننزل بس عليه ايه التكايه الاخيره اللي معلقه السمنه اللي تخلي العدس ايه طعمه كده جميل. وشويه فلفل اسمر. عندهم كده تقليبتين كده. هو بيستوى.
هنحط عليه بألف هنا. دلوقتي احنا خلصنا خلاص العدس، هنغرفه اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بقى ان شاء الله هيعجبكم، احلى عدس جميل معمول بالزبده، بيتاكل جنبيه بصل. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد، وتحرمناش من اللايك والشير والكومنت الجميل. واي حد عنده استفسار ابعتلنا على الكومنتات واحنا ان شاء الله نرد عليكم.